شكرا جزيلا. تحية لكل السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. أنا سعيدة جدا بهذه الزيارة، خاصة أني هذه أول مرة أزور فيها الجمهورية الإسلامية الموريتانية ونواكشوط. العلاقات بين تونس وموريتانيا هي علاقات تاريخية، وهي محفورة في الذاكرة الجماعية التونسية والموريتانية. علاقات عريقة وطدتها أواصر الأخوة والمشتركات الثقافية. كان مفتخرة جدا بوجودي هنا في بلدي الثاني، وسعيدة في مستوى طرح موضوع أنا يهمني شخصيا في هذا المنتدى، وهي تحية لكل القائمين على هذه الفعالية، وتحية أيضا للمجتمع المدني الذي أخذ على عاتقه إلى جانب الدولة التي ترعى والتي تسند مثل هذه القضايا التي أصبحت اليوم أولوية. المرأة هي نصف المجتمع، لن يتحقق أي سلام ولن تتحقق أي تنمية بدون مشاركة المرأة. فحرمان المرأة من دورها الاقتصادي في تحقيق التنمية هو حرمان نصف الإنسانية من حقها في المشاركة في كل ما هو حيوي وفي كل ما هو نافع للإنسانية بصفة عامة ولبلداننا العربية. إذا المرأة لا تشارك الرجل في هذه العملية فستصبح التنمية عرجاء. إذن أنا ما أتمناه أنه خاصة بعد الظرف الدقيق الذي عانت منه الإنسانية ودولنا العربية بصفة خاصة جراء جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرب التي تدور رحاها اليوم في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وإلى جانب كل تلك الهزات والصراعات اللي هي موجودة في بلداننا العربية. فإن اليوم هناك رهانات كبرى وهناك تحديات صعبة، لابد أن تتضافر جهود الجميع، وخاصة المرأة اللي هي حافظة للذاكرة واللي هي من خلالها مرت كل العادات والمهارات والتقاليد جيل على جيل، أنها تلعب دورها، لأنه بدون تنمية ليس هناك سلام. فالاكتفاء الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي هو ضروري. وكل مجتمعاتنا نشوفوا احنا في موريتانيا نصف المجتمع تقريبا 52% متكون من المرأة، وهذا موجود في كل الدول العربية. وما نقترحه هو أن تكون هناك منصة أو شبكة تفاعلية عربية، علاش؟ لتبادل التجارب الناجحة success stories، وكذلك لتضافر الجهود ولاختصار الوقت، وحتى نتمكن أن نكون معناها كالبنيان المرصوص لنواجه كل الصعوبات التي يمر بها العالم اليوم.